تلقائيا كده 100%، 100%، مش 99.9 ولا الكلام ده، لا 100% من البوري الفسيخ اللي انت بتشوفه دوت ده بوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاك اخوكم سعد الحمراوي. ليا بعت لي قال لي يا شيخ بالنسبة لتمليح بور البحر ينفع ولا ما ينفعش؟ وفي ايه السمكة اللي يتملح غير البوري؟ ايه السمكة اللي يتملح غير البوري؟ وقولوا اول حاجة هنتكلموا على ايه؟ على البوري بتاع البحر ينفع يتملح ولا لا. اول حاجة البوري بتاع البحر لحمه بيبقى جامد، بيبقى عضل، غير البوري بتاع المزارع. هو تلقائيا كده 100%، 100%، مش 99.9 ولا الكلام ده، لا 100% من البوري الفسيخ اللي انت بتشوفه دوت ده بوري مزارع، ده 100%. مفيش واحد فسخاني ولا حد بيبيع فسيخ ولا يعمل حاجة إلا لما انت تطلبه منه، إلا كله بتاع المزارع خلاص. لأن زمان كنا بنملح البوري بتاع البحر، بور البحر ما بيبقاش فيه السمونية، ما بيبقاش مدهن، يجي يقول لك ده زبدة، لا ده مش زبدة. البوري اللي كان بتاع زمان تمسكه لحمه كان جامد، بيطلع معاك فصوص، ما بيطلعش ايه سمين كدهوت. السمين دوت هو بيسيب السمكة قبل درجة الكعف، عشان الجلد يسيب اللحم بتاعها. بور البحر يتفسخ، طبعا يتفسخ، بس انت مع كتر اكلك في بور المزارع اللي بتقول عليه انت زبدة وسمين، مش هتنبسط من بور البحر. ليه؟ هيطلع فيه حاجتين، ان هو بور البحر هياخد وقت عشان يستوي، فانت لازم تزود له الملح مع المدة طويلة، هيطلع حادق بس هو هيطلع حلو. يعني الناس اللي ياكل هيطلع حلو، الناس اللي يعني اللي بس حاليا طبعا ما فيش الكلام ده. تاني حاجة انت لازم تسيبه مدة، شو مثلا 24 ساعة 20 ساعة عشان لحمه يحل ويستوي اوام. اما بقى في سمك تاني يتملح، كل الاسماك اللي انت شايفها دي هتتملح، اي سمك يتملح، بس في حاجات الناس مش واخده بالها منها في التمليح. زي ايه مثلا؟ نقوله زي المياس بيتملح بيطلع حلو. عندك البربون روعه، احسن سمكه تتملح في العالم البربون. وفي الغربون اللي هو احنا كنت عامل عليه فيديوهات، اسمه العنبر ده لما بيتملح بيبقى حلو، وفي اكله بيبقى نص نص، بس لما يتملح بيبقى جميل. بربون في تمليحه حلو يعني فوق ما انت تتخيل. اي نوع سمك يتملح، بس الرك ان انت تملحه صح، عشان دي اكتر حاجه بتجيب تسمم. واخ تاني بيقول لي ايه انت لما تيجي تاكل سمك مملح بتاكل ايه؟ اول حاجه انا يعني ايه ماليش في المالح، لان اخوكم يعني ربنا يشفيني ويعافيه او يعافيكم، امراض ضغط، فالاكل الحادق بيتعبني. بس لما باجي اكل حاجه باكل سردين. السردين امن حاجه، ان السردين هتملحه على طول، انه اصلا سمكه سمينه جدا. ما تنسوش صلاه على النبي، الصلاه على النبي يا مكسبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.